رسائل تل العمارنة. رسائل تل العمارنة أو مسارة تل العمارنة أو أرشيف تل العمارنة هي مجموعة كبيرة من الرقم الطينية مكتوبة باللغة الأكادية أي البابلية والخط المسماري، وجدت في أرشيف الملك المصري إخناتون اللي هو أمنحتب الرابع في مقر حكمه أخت-أتون في تل العمارنة في مصر. بتتكون الرسائل بشكل أساسي من مراسلات دبلوماسية بين الحكام المصريين وممثليهم في مملكتي كنعان وأمورو خلال عصر المملكة المصرية الحديثة بين 1360 ل 1332 قبل الميلاد خلال عصر الأسرة ال18. والرسائل دي تم العثور عليها في صعيد مصر في تل العمارنة، وده الاسم الحديث للعاصمة المصرية القديمة اللي أسسها فرعون إخناتون. واللغة اللي اتكتبت بيها رسائل تل العمارنة مش لغة مألوفة أبدا في التاريخ المصري، فكانت مكتوبة باللغة الأكادية أو المسمارية، وهو نظام الكتابة اللي كان منتشر في بلاد ما بين النهرين ومش في مصر القديمة. واللغة دي اتقال عليها إن هي مختلطة بين الكنعانية والأكادية. امتدت فترة المراسلات دي ل 30 سنة. بيبلغ عدد الألواح المكتشفة 382 لوح. أهمية بقى رسائل تل العمارنة دي كبيرة قوي للدراسات الكتابية وللسانيات السامية، لأنها بتسلط الضوء على ثقافات ولغة الشعوب الكنعانية في العصور اللي سبقت المسيحية. والرسائل دي على الرغم من كتابتها باللغة الأكادية فهي بتشير للغة الأم للي كتبوها واللي كانوا بيتحدثوا باللغة الكنعانية في شكلها المبكر. وهي دي رسائل تل العمارنة اللي مش عارفين هي ايه وايه اصلها.